بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، الأسئلة أو بعض الاستشكالات التي وردت وخاصة على المحاضرة الأولى عند بعض الإخوان بعض التساؤلات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على رب العالمين. من شعارات السلفية المعاصرة اللامذهبية في الإسلام. هذا المؤلفات ولفت في هذا الموضوع، فهل فعلا التمذهب يعتبر بدعة لم تكن في عهد الصحابة ولا التابعين، أم أنه كان وهو امتداد وما نعيشه امتداد لما كان قبل؟ وهذا الكلام ديال التمذهب لم يكن في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مغالطة، لأنه إذا لم يكن التمذهب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة فالنحو كذلك لم يكن، ومصطلح الحديث لم يكن، وعلم الأصول لم يكن، وعلم المنطق لم يكن، وعلم كذا لم يكن، علم الرجال لم يكن، علم العلل لم يكن، وهكذا إلى أن نسقط جميع علوم الإسلام بهذه السفسطة. هذه سفسطة ليست علما، وعلى طلبة العلم أن ينأوا بأنفسهم عن هذه السفسطات ويهتموا بالعلم. ما هو المذهب؟ هنا الآن نسأل ما هو المذهب؟ المذهب هو طريقة في النظر إلى الأدلة، طريقة في إزالة التعارض، طريقة في الترجيح، طريقة في الجمع، طريقة في اعتبار قوة الدليل وضعفه. مثلا إذا نظرنا مثلا إلى الحنفية والمالكية مثلا نقارن، والشافعية نقارن، الجميع متفق على أن الأصل هو استقراء المعاني الشرعية وجعلها أصولا وقواعد يتحاكم إليها. من أين تستقرأ؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قعدت هذه القواعد وصارت أصولا يرجع إليها، فالحنفية لا يرفعون بالمظنونات رأسا إذا عرضت هذه الكلية. مفهوم؟ يحكمون للكلية لهذا الكلي ويتركون هذا المظنون. فإذا كان هذا المظنون مضطربا زاده ضغطا على إبالة. مثلا نرى مثلا الحنفية في صلاة الكسوف يقولون هي صلاة كسائر الصلوات، ركعتان نبدأ فيها بتكبيرة الإحرام، نقرأ الفاتحة، نقرأ السورة، نركع، نرفع من الركوع، نسجد سجدتين، ثم نقوم إلى الركعة الثانية، نقرأ الفاتحة، نقرأ السورة، نركع، نرفع من الركوع، نسجد سجدتين، ونسلم، وانتهى الأمر. هذه ايش؟ صلاة الكسوف. نأتي عند المالكية فيقولون العمل دلنا على أن صلاة الكسوف فيها قيامان وقراءتان وركوعان في كل ركعة، ثم سجدتان في كل ركعتين. قلنا للحنفية لماذا لم تأخذوا بالحديث وهو في الصحيحين؟ قالوا لم نأخذ به أولا لأن القاعدة في جميع الصلوات. ما هي القاعدة في الصلوات؟ قيام واحد، ركوع واحد، رفع واحد، وسجدة في جميع هذه القاعدة المضطردة، غير باش نفهموا معنى القاعدة المضطردة. ثم جئنا إلى الأحاديث التي جاءت في وصف صلاة الكسوف، فوجدنا بعضها يقول إن في كل ركعة ركوعا، وفي بعضها 3 ركوعات، وفي بعضها 4 ركوعات، وفي بعضها 5 ركوعات. فما المعمول به في هذه كلها؟ فماذا صنعوا؟ طرحوا ذلك وأخذوا بالأصل. مفهوم؟ وأخذوا بالقاعدة المقعدة. هل المالكية أخذوا كما قلنا باش أخذوا بحديث الركوعين في كل ركعة، رجحوه على سائر
الصفات الأخرى على سائر الصفات الأخرى، لكن بماذا رجحوه بكثرة الرواة له، ولأن رواته هم كلهم من علماء المدينة، من الصحابة الذين عاشوا وماتوا بالمدينة. وأما الرواية الأخرى فهي رواية العراقيين، مثلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن سيدنا علي، عن غيرهم ممن لم يكونوا في المدينة. ليس هذا اتهاما للصحابة، وإنما رأوا أن خللا ما قد وقع في مدى في النقل عن أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. واضح سيدي؟ فأخذوا بالركوعين. لكن هل يضطرد هذا عند المالكية؟ لا يضطرد، فنجده أخذوا بمطلق الرضاع في تحريم الرضيع على مرضعته إن كانت أجنبية، ولم يأخذوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. بل روى مالك رضي الله عنه هذا الحديث في الموطأ، حديث كان فيما أنزل الله عز وجل 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا ب5 يحرمناه فهن مما يتلى من القرآن. قال مالك ليس لهذا حد محدود ولا عمل عندنا، فحرم بمطلق اللبن من المرأة إذا وصل إلى جوف الصبي في عامين. مفهوم؟ ولم يأخذ بهذا الحديث. لماذا لم يأخذ به؟ لمخالفته للقواعد، ولأنه أحال على شيء يصعب ضبطه. المرأة كبرت والبنت ستتزوج، فقلنا لها كم مرة أرضعتها؟ تعقل؟ بعد 18 16 سنة، بعد 17 سنة، بعد 15 سنة، كم مرة أرضعتها؟ كذلك ولا أرضعتها ولا كما تعقل شحال؟ شيء لا يمكن أن يضبط. ثم ما هي الرضعة؟ هل هي مجرد المصة أم إذا شبع؟ ثم ما هو الشبع؟ لو أنه رضع حتى نام فوضعته ثم بكى مرة أخرى ثم أخذته مرة أخرى إلى حجرها فأرضعته، هل هاتان الرضعتان أم أن هذه الرضعة تكملة للأولى فتكون واحدة فقط؟ فهذا إحالة على شيء غير مضبوط، ولذلك قال ليس لهذا حد محدود، ليس لهذا حد محدود عندنا، هذا شيء لا يمكن تحديده. مفهوم الكلام ولا لا؟ لكن الإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث وقال لا يحرم إلا 5 رضعات. واضح؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال الإمام أبو حنيفة يخالف القواعد، وقال مالك كذلك يخالف القواعد، وقال الشافعي بل أعمل به. وفي حديث المصرات لا تصروا الغنم والإبل، فمن ابتاع فهو بخير النظرين، فإن شاء امسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. رده الحنفية وأخذ به الشافعية وأخذ به المالكية، لكن المالكية أخذوا به قالوا إن عليه العمل، وإن خالف القواعد خالف الخرج بالضمان. واضح؟ خالف قاعدة الضمان التي هي ضمان المثلي بالمثل والقيم بالقيم، والحليب مثلي فيجب أن يضمن بمثله اللي هو الحليب، لا أن يضمن بالتمر. ثم كيف يحدد التمر بالصاع ونحن لا ندري كم من اللبن كم من لبن حلب هذا الشخص من هذا الحيوان المصر. مفهوم؟ إذن لما خالف القواعد ماذا صنع الحنفية؟ لم يعملوا به، والمالكية عملوا به، وكذلك الشافعية على أصل من خبر الواحد كله أشنو دليل. قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. المالكية عملوا به لأنه معمول به وإن خالف القواعد. الحنفية تركوه لأنه خالف القواعد. فتلحظون أن الشافعي عمل بمجموع هذه الأحاديث التي ذكرنا، والمالكية عملوا ببعضها وتركوا بعضها، والحنفية تركوها جميعا. فهمنا ايش كنقولوا ولا لا؟
هذه هي المذهبية. ما هو الضابط في العمل بالحديث إذا خالف القواعد؟ ومتى يمكن أصلا أن يخالف هذا الحديث القواعد؟ متى يصلح أن يكون معارضا؟ مفهوم؟ متى يمكن أن يكون معارضا؟ اختلفوا في ضابطه. ثم إذا عارض اختلفوا كذلك في ترجيح العمل به أو ترجيح عدم العمل به. هل هذا أمر اخترعه مالك والشافعي وأبو حنيفة؟ ما اخترعوه، بل هذا شيء نجد أصله عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي له سيدنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يجعل يده في الإناء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3. فقال له ابن عباس: أرأيت إن توضأ من مهراس، لا يمكن أن يكفئ المهراس بخلاف الآنية الأخرى. مفهوم الكلام؟ ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كذلك لسيدنا أبي هريرة لما قال له: توضأ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ من مسة النار. فقال له: أيتوضأ أحدنا بالحميم ثم يتوضأ منه؟ مفهوم؟ ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه لفاطمة بنت قيس وهي تقول: إن زوجي بت طلاقي ولم يحكم لي بنفقتي ولا سكنى. يقول عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب ربنا على القواعد وسنة نبينا على القواعد لقول امرأة لا ندري أحفظت من نسيت. واش هي بتنسى؟ القصة وقعت لها هي، وتقول: بت زوجي طلاقي ولم يحكم لي لا بسكنى ولا نفقة. مفهوم؟ وينكر سيدنا عمر على سيدنا عمار إفتاءه بالتيمم من الجنابة. قال: ما هذا الذي أسمع عنك يتيمم من الجنابة؟ هذا ما علمته، هذا وضع شرعي. فقال له عمار: ألا تذكر يا أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وإياك في حاجتي فأجنبنا، فأما أنا فتمعكت في التراب كما تمعك الدابة وصليت، وأما أنت فاعتزلت الصلاة. فلما رجعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، فضرب بيده الأرض فنفخ فيهما ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه. قال: لا أذكر. قال: إن شئت سكت. قال: لا، ولكن نولي كما توليت. علاش؟ لأن هذا الأوضاع، الوضع الشرعي التعبدي هذا فيه قريب، ليس شيئا بعيدا. لكن في المسائل التي يدخلها القياس ما قبل عمر رضي الله عنه خبر الواحد فيها. جاءه أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه 3 ثم رجع، فلما خرج قال: ما الذي ردك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3. قال: لتأتيني بمن يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أم لأجعلنك نكالا. لماذا؟ لأن باب الاستئذان يدخل في باب العادة وباب المباحات، وباب العادة والمباحات لا يقيد بمثل هذه الأعداد. التقييد بمثل هذه الأعداد لا يكون إلا في باب العبادات فقط. لا يكون إلا في باب العبادات فقط. فترون سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبدي المعارضة والحسيدي، ويبديه سيدنا عمر، ثم تجده أحيانا يترك الحديث وأحيانا يسأل عن التواتر. ولذلك لما جاءه سيدنا أبو موسى الأشعري بجماعة الأنصار الذين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان 3، عمل بذلك. لماذا؟ لتواتره، فصار في قوة القواعد والأصول والحسدي. لكن قبل أثر سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه رغم كونه واحدا. لماذا؟ لأن هذا الباب لا يدخله القياس أصلا. واضح؟ هو وضع شرعي تعبدي، وسيدنا عمار ثقة وقد روى واقعة وقعت له، وإن كان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يذكرها فأخذ بها. فمثل هذا يسمى مذهبي، هذا هو الذي يسمى المذهبية. واضح الكلام؟ ما هو ضابط الدليل؟ واضح الأدلة، لأن هناك أدلة غير متفق عليها،
واضح. فيختلف الناس باختلاف ذلك، يختلف الناس باختلاف هل هذا الدليل يقوى لمعارضة غيره، وإذا قوي ما طريق الجمع بينه وبين غيره، ما طريق الترجيح بينه وبينه. هذه الطرق وهذه القواعد هي أسباب ماذا؟ أسباب اختلاف الصحابة قديما، ثم انتقل هذا الخلاف منهم إلى التابعين ثم إلى أتباع التابعين. مفهوم؟ والإمام علي بن المديني رضي الله تعالى عنه قد نقل في مقدمة كتابه العلل وهو يتكلم عن أسانيد الحديث، ثم تكلم عن أسانيد الفقه وأسانيد الاستنباط. مفهوم؟ لأن كثير من الناس يظن أن مسألة الاستنباط والإسلام أمر يخترع فقط، لا، وخاصة إذا خدع الإنسان بقوله وضع العلماء. كيتصحب واش وضع العلماء؟ هو قاعد شي واحد في شي قهوة وقاعد حتى عيا ويجبد شي حاجة قال خصنا نقعدوا هذه، ما كاينش هادشي. القواعد تستقرأ من منطوق الشرع في القرآن وفي السنة النبوية، من هنا تأتي ماذا؟ تأتي القواعد. يقول سيدنا علي بن المديني يقول: لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه، بل عبر بالمذهب، هذا هو المذهب، يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته، إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس. عبد الله بن مسعود كان في العراق، له أصحابه نقلوا إلى أصحابهم، وجمع ذلك أبو حنيفة رحمه الله، فخرج منه مذهب الحنفي، مذهب أهل العراق. وأما زيد بن ثابت فكان في المدينة. واضح؟ زيد بن ثابت، من أخذ عن زيد بن ثابت؟ أخذ عن زيد بن ثابت، قال: وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم من يلقاه 12 رجلا: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن دؤيب، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان بن عفان، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر. هذه الستة من الفقهاء السبعة. السابع اختلفوا فيه: وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذو ثلاثة تتمة الفقهاء السبعة. إذا الفقهاء السبعة أخذوا عن زيد بن ثابت. وعمن أخذ زيد بن ثابت؟ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم من الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان أقعد الناس بعلومهم وأقعد الناس بطرقهم وبمذاهبهم. ثم قال: ولم يكن بالمدينة بعد هؤلاء أعلم بهم من ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي الزناد عبد الله بن الكوان، وبكير بن عبد الله الأشج. ثم لم يكن أحد أعلم بهؤلاء مذهب من مالك بن أنس. إذا مذهب مالك بن أنس امتداد لمذهب زيد بن ثابت في المدينة، ومذهب أبي حنيفة امتداد لمذهب عبد الله بن مسعود في العراق. واضح؟ والشيء اللي كيقول لك المتأخرين من المالكية المتقدمين الرقيع شبه من ولو. مختصر خليل ليس إلا اختصارا للمدونة، والمدونة هي أقوال مالك، وأقوال مالك لا تخرج عن أقوال أهل المدينة. إذا ايش كان في مختصر خليل؟ فقه الصحابة والتابعين كما أنزل. من درس الشيخ خليل فهو سلفي، أخذ فقه القرون الثلاثة المتبعة حقا وصدقا بالسند الصحيح، كابرا عن كبير، تواترا. صحابة والتابعون، اتباع التابعين، العلماء المالكية كلهم منذ بل مذهبه للمدينة. مالك إنما هو عنوان. الإمام مالك ايش يكون؟ عنوان ليش؟ لمذاهب أهل المدينة. أبو حنيفة عنوان لمذاهب العراقيين. والشافعي حاول أن يجمع بين الطريقتين. الشافعي أجدى، حاول أن يجمع بين طريقة المدنيين وطريقة العراقيين. واحد قال لك ما عندي ما ندير بهذه المذاهب، معناه خارج من الدين، فعلم ذلك أو جاهله، يعرفون ما يعرفوش يتبرسوا غير وراء، لا علاقة له باش بمناهج المسلمين، ما عنده علاقة بهم نهائيا. ويكثر كتولي المصيبة بزاف عندما يستهين بهذه المذاهب كأنها لا شيء.
وداء الاستهانة داء وبيل، كما قال العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه في مقدمة كتابه أسرار البلاغة. إذن مختصر الكلام أن مسألة أن المذاهب لم تكن في زمن الصحابة هذه سفسطة لا منال لها ولا يلتفت إليها ولا تساوي في ميزان العلم شيئا، بل المذهبية موجودة، المذهبية اللي هي المنهج في البحث والاستنباط هذا موجود عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل هو موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا يجتهدون والنبي صلى الله عليه وسلم حي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أكل العنبراء الذي ألقاه البحر وهو ميتة على شاطئ البحر، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قطيعا من الغنم من سيد القوم الذي رقاه، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسائل في هذا كثيرة جدا لا تحصى، أن الصحابة كانوا يجتهدون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وهذه مناهج والحسدي. بل اجتهد الصحابة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اجتهدوا ولا ما اجتهدوا؟ من الذي صحح النبي صلى الله عليه وسلم قوله؟ أقر الاجتهاد، وإلا الأمر لابد من الخطأ والصواب هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر. لماذا لم يجيب؟ لأنه لو أجاب لنسف الاجتهاد. لو أجاب زيد، إما نقولوا الظاهر ما بقى ما نديروا به، ولا نقولوا التأويل بعد ما نديروا به، واحد منهم. لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض هو في رأسه هذيك الجزئية اللي شد، لا، انظر إلى الأصل، انظر إلى الأصل. لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لقضى على الأصل الذي بني عليه الفرع. مفهوم سيدي؟ واضح؟